لو حابين تعملوا أكلة حلوة قوي ولادكم بيجيبوها من بره من المطاعم بسعر بجد بقى خزعبلي، معرفش ايه غلاء الأسعار الشديد ده في الوقت اللي هي هتتكلف. يعني هنعمل 6 سندوتشات بتمن سندوتش واحد أو بالأكثر سندوتشين. المهم نعملها صح زي ما ولادنا بيحبوها. وأنا عايزة أقولك والله العظيم اللي أكلوها أحلى من المطعم بكتير، لأن أنضف وأحسن ومتكلفة بصراحة. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح الخيرات. النهارده مش هعمل لهم كشري ولا بصاره، هعمل لهم برجر. ايوه برجر، ولادي طالبينه مني من اول العيد، لان هم اكلات العيد الضاني والممبار والقصه دي مش بتستهويهم أو لو انهم بياكلوا والله وابوهم بياكلوا. واحدة قابلتني في ميدان الجامع دلوقتي، كانوا الأول يشوفها بتبتسموا للستات لما تقابلني بتبتسم. بيسألوك على حنون صح؟ أول المصحف. قلت يا دي النيلة انتوا عاملين زي طب وايه يعني ده؟ هو ايه كان علاقته مثل. بان الناس بتسأل عليا؟ لا يعني أنا بقول الناس لسه فاكراني وبتاع. لا ما هم جوز فاكرينك. مدام حنون. ايوه انت جوز مدام حنون. بقول لهم لا أنا جوز الست يا فندم. والله أنا بشيل لها العظيم الشنطة. حبايبي وعلى راسي من فوق والله. ولما بقابلكم في اي حته وبتوقفوني تسلموا عليا ببقى في منتهى الفرحه. يعني كانت زمان اللي بتشيل الشنطة ايوه وننظف القنا وكنت وبتاع. بغسل له مواعين وبعمل كل حاجه. بس هو الصبي هيفضل طول عمره صبي ولا ايه؟ منك لله اللي هكرت قناتي. اترقينا يا باشا، اترقينا يا باشا. بصوا بقى هعمل لهم النهارده عشان يملى عينهم ولادي اصل هو واقف بظهره. عامل لهم برجر بطريقه حلوه. انا دايما بعمل البرجر حلو، بس امبارح شفت هبه ابو الخير عامله صوص للبرجر، فانا هجرب الصوص بتاعها النهارده. نعم. لا ايوه مش هجرب شغلك انت، هجرب شغل حد. هبة دي حبيبتي. انا عارفه وهي حبيبتي هي كمان، وهي عارفه انها حبيبتي. هجرب الصوص لان دايما ولادي بيحبوا سندوتشات البرجر مصيصه قوي، فهشوف هو ده اللي بيعجبهم ولا لا، وهقول لكم رايي في النهايه. يلا تعالوا بقى شوفوا هنعمل ايه. هبتدي معاكم بأول خطوة ومع بعض سنة سنة. لو عندك بصل أبيض، بس ده ما قالش لأ والله كان تحفة جدا، أنا مش متصورة رأي الشيف فيه والله. قطعته زي ما انت شايفة كده سلايز أو نص سلايز، وخدته على الطاسة بمعلقة زبدة على نار هادية. نار هادية لحد ما احس ان مية البصل طلعت كده وبدأ يستوي ويتكرمل، وبعدين هنبدأ نضيف له نص معلقة سكر. ادي البصل بتاعنا على الطاسة بمعلقة زبدة على نار هادية، هنقلب فيه شوية حلوين قوي. هتبصي تلاقيه بدأ يطلع لون بني كده ويتلسوع، بس خليكي قلبي على طول عشان مش عايزينه يمرر، لان كل انواع البصل فيها سكر فبيمرر. وطيت عليه النار وسبته كده لحد ما نعمل الصوص. والصوص ده اكتر حاجة انا ما كنتش بعرف اعملها بصراحة، ولا كنت عارفة انها كده، خدتها من حبيبتي هبة ابو الخير. معلقتين بصل مفري ناعم قوي، معلقتين خيار مخلل مفري ناعم قوي، معلقتين مايونيز كبار، معلقة مستردة واحدة، ومعلقتين كاتشب كبار. كل ده هنقلبه كويس قوي مع بعضه، هيديني صوص حلو جدا. وعلى فكرة انا اول ما بدأت خللت خيارة كده طرنشات عشان اشتغل بيها عشان مكلفش نفسي. البصل طري اهو زي ما انتم شايفين وبدأ ياخد لون كده. هبدأ ان انا اجيب له معلقة سكر. معلقة سكر صغيرة بتفرق جدا معاه، بتدي الكراميل جوسي كده، وبيبقى يعني ما بنستناش لما البصلة تنشف، هو بس بيطرى كده وابدأ اديله معلقة السكر واقلبه. هيحمر معايا ياخد لون كده بني بسرعة. هروح مدياله نص فنجان مية او فنجان من فناجين القهوة مية. واخر حاجة هحطها هي هبة حطت خل بلسمي، انا ما عنديش خل بلسمي ولكن عندي صويا صوص، فاستبدلت وحطيت صويا صوص، على ان المطاعم بتحط اي نوع من انواع الصوصات فمش فارق معاهم كتير. المهم الحاجة اللي موجودة عندي في التلاجة. فلو انت عندك خل بلسمي اعملي، عندك صويا صوص اعملي، لو عندك دبس الرمان اعملي، اي حاجة من اللي موجودة في التلاجة. هبدأ ان انا اجهز البرجر بتاعي. ده نص كيلو لحمة مفرومة، 850 جنيه. لحمة اعتقد برازيلي اهو.
ضربته معاه ملح وفلفل اسمر، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر زي ما انتم شايفين. ضربتي لي يا حنونه. كل ما تكوني هتعملي كفته او هتعملي برجر او حاجات باللحمه المفرومه مش معصجه مش حشوات، يفضل اللحمه تكون مفرومه وشين. فالشيف جايبها لي مفرومه وش واحد فطحنتها الوش التاني. قولوا لي اكتر حاجه عجبتك ايه؟ ان انا مش هجيب مكبس البرجر واجيب كيسين واقعد اكبسه، لا، انا بس هدوره كور كده، والنص كيلو طلع معايا 6 كور. جبت الطاسة بتاعتي، الطاسة دي نايس كوكر اللي بتسألوني عليها، حلوة جدا جدا، وأواني نايس كوكر بجد طلعت تحفة بصراحة. مسحتها مسحة زبدة كده، وبدأت ان انا احمص التوست بتاعي. فتحته، التوست اصلا اللي هو مسبق الفتح ده. ولو انتي شارية اي كايزر عادي شقيه 2 وحمصيه كده. التحميصة دي بتخلي الفينو وانتي بتاكلي ما يعجنش معاكي، بيبقى هش كده وكريسبي ولذيذ جدا مع الصوصات مع البصل المكرمل. بتحسي كده بطعم خرافي، شبه طعم المطاعم بس على احلى، والله العظيم على احلى. حمصت العيش كده زي ما انتوا شايفين وشيلته. شايفين اتحمص ازاي معايا؟ التحميصة دي بتفرق قوي قوي قوي. مسحت مسحة زبدة وحمصتهم اهو. هشيلهم كلهم في نفس الصينية اللي انا لما لقيتها كويسة استخدمتها بدل الجرل. حطيت بقى مسحة زبدة برضو بسيطة كده، وده كيس تلاجة عادي خالص، ما تقلقيش حتى لو كش من الحرارة، بس هيكمل معانا ال6 وحدات برجر. انا كنت دايما بقعد احافظ على شكل البرجرايه يكون مدور وارتفاعها مش عارفه كام سنتي وعرضها كام سنتي. اترن انا موضه قديمه، والمحلات دلوقتي بتقدمه بالشكل ده اللي هو السماش برجر. سماش برجر. ابني كان دايما يقول لي سيبي لي البرجرايه بتاعتي انا ههرسها. يا ابني يعني ايه هتهرسها؟ ترن هو عايز يعملها بالمبط كده. لو ما عندكيش مبط ممكن تضغطي باي حاجه، ده مبط اللحمه بتاع البفتيك هو كده كده موجود عندي فقلت اشتغل بيه. لو انت ما عندكيش تقدري اي حاجه تضغطي بيها لحد ما تفردي الدايره بتاعه البرجر. تمام. حطيتهم كلهم اهو، ومش هحط الجبنه الا لما اقلبهم كلهم ياخدوا لون زي ما انت شايفه بني كده. هبدأ ان انا اوطي النار واحط عليهم الجبنة الشيدر بتاعتي. تقدري تستخدمي شيدر، تستخدمي موتزاريلا، تستخدمي شيدر حمراء، الحد بيحب الرومي يقدر يستخدمها، بس عادة الشيدر بتكون افضل واحدة فيهم، وخصوصا الشيدر المربعات اللي خاصة بسندوتشات البرجر. زي ما لاحظتوا كده لما استوى من على الجنب وقلبته، بدأت ان انا احط قطع الجبنة. قطع جبنة شيدر دي بتسألوني على نوعها، شيدر خشالة مستوردة. الباكت اللي كفاني النهاردة كان بحوالي 40 جنيه وكفى 6 برجرات، يعني الى حد ما معقول السعر. ادي العيش اللي انا حمصته، بحط مسحة صوص اهو في كل واحدة. انا بعبي بقى ايه التلاتات مع بعض عشان انجز مش واحد واحد يعني. وهبدأ انقل عليهم البرجر بالجبنة اهو. لو انتوا عددكم قليل ممكن تعملي البرجر دبل، بس هي البرجرايه كانت حلوة قوي في الساندوتش. انا عندي حد بيحب الحشو اوفر وحد بيحب الحشو قليل، فكانت يعني معقولة للاتنين. وهبدأ ان انا احط على وشها من فوق البصل المكرمل اللي عملناه سوا مع بعض. دي مسحة صوص زيادة، لان اللي بيفرق الاكل في المطعم. لما انا سألت ولادي ان الساندوتش بيبقى غرقان صوص كده بينزل منه، فقلت مني وعندي الصوص مفيش مشكلة ان انا ازود لهم الصوص، ويعني مش مكلف قوي. وحطيت البصل. خلي بالكم ان انا مش كل يوم بعمل الاكله دي، لا ده يوم بدل ما يصرفوا 500 600 جنيه بره انا كلفتها مثلا 200 جنيه في البيت. في النهايه عملته وان شاء الله هيعجب ولادي، وانا بسجل عليه هقول لكم عجبهم ولا لا. بصوا الشيف راح يجيب بقى عشان ياخد سندوتش بس مش هديه. الشيف فيه باقي كشري معلقتين 2 باقيين من امبارح هياكلهم هو. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اقول لك كان مستواه عالي جدا جدا، احسن من اللي بيجيبوه من بره كتير قوي. الطعم حلو وطازه، وكمان كل حاجه مصدرها مضمون جدا. وده كان رأي الذواقه بتاعتنا. خرافه ها؟ والله ما عدتوش تشتروه من بره تاني؟ لا، ما انت لو هتعملي هنا بالليل لما نبقى جعانين الساعه 2 مش هشتري من بره اكيد. الساعه 2 ليه؟ هو انا مكنه؟
هو انا ما تربطوني في الساقيه الف ليل ونهار. لا الساعة 2 مش ليل ونهار. طب ما انا مغدياكوا بيه الساعه 5 اهو. على ما يتهضم كام ساعة؟ تاكلوا بالليل بقى سندوتشات جبنه مش برجر. صعب. لا مش صعب.